شاهد العصر كتبت القصيدة بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة عام 87. أشهدكم يا سادة أني ناشدت الصبح المقتول بعين الشمس المخنوقة، ناشدت الصبح ولكن الصبح تمزق في عيني بضربة صوت مجنون. نقش الصوت سؤالا: هل ما زلت تناشد ذاك الصبح الباهت يا هذا الواهم؟ فأجبت بأني أكره ذاك الصبح الآتي فوق دمائي، وصرخت بأعلى صوتي: يحيى الليل يحيى الليل. أشهدكم يا سادة أني حين صرخت بأن الأمعاء تئن من الجوع المهلك، صاح الحشد اللاعق أحذية السلطان وقالوا أني أتبع ماركس، أبغي تدمير الأمن النائم في أحضان النيل المتدفق بالخيرات وبالأمجاد التاريخية، أني لست من الأبناء البررة، أني شرقي غربي ماسوني. وحين تمر الأرغفة الساخنة أمام التلفاز بنشرة أنباء 9 مساء كنت أموت من الجوع المهلك، والأمعاء تصيح لكل الناس: يحيى الأمن والاستقرار يحيى الأمن والاستقرار. أشهدكم يا سادة أن مدير السيرك الوطني استأجر عدة أشخاص ليقيم عروض المهزلة الكبرى ويلهي الناس، فتكتب صحف المعمورة عن أخبار يمين المسرح ويسار المسرح وسط المسرح. يمين المسرح راض هذا اليوم، لكن يسار المسرح غاضب، وسط المسرح صفر، فتقشعر وجه يمين المسرح. حين تقشعر وجه يمين المسرح صار يسار المسرح، والجمهور الأبله يجلس في الصالة، تشغله الديكورات المرسومة، ينفعل مع العرض ويبكي، يدمع، يصرخ، ومدير المسرح يعلن في الضوء الخافت أن العرض سيبقى طول العمر ولن يتغير، فيهتف جمهور الصالة: يحيى العرض يحيى العرض. ملحوظة: خطأ في المطبعة قديما كشط النقطة من فوق الضاد في كلمة عرض. أشهدكم يا سادة أن صديقي منذ 3 سنين كان الهاتف وسط الميدان: نموت نموت ويحيى العدل، نموت ويحيى العدل. أشهدكم أن صديقي هذا قابلني منذ 3 أيام ملقا فوق رصيف كث اللحية مغبر الأعضاء يتمتم يهزي بالكلمات. حين سألت عن السر وراء جنونه قال: السادة من كثرة حب السيد للوضع القائم ظل 3 أيام يهتف بالتأييد حتى طار العقل وصار بهذه الهيئة. أشهدكم يا سادة أن الدين يباع بسوق الساسة، أن الدين يباع بسوق الساسة. إن لم أتبع معتوها سأكون شيوعيا، فالدين له والأمر له والجنة له، ويكفر ما شاء بغير حساب، فاللحية